ولا زلنا مؤيدين لتحرك الشعب المصري في 30 يونيو وإصلاحه نظام الحكم. وفي نفس الوقت أيضا مشاكل مصر أو وعكاتها احنا مدركينها وعارفينها. احنا لما جينا وقابلنا سيادة المشير طرحنا التساؤل اللي موجود بهالدول اللي هي يهمها مصر ويهمها أهل مصر ويهمها اقتصاد مصر ويهمها أيضا أمن مصر. وخرجنا منه بالانطباع، سواء أنتم تقولوا عنا تصريحات أو سواء تقولوا عنا اجتهادات، في النتيجة احنا ما قاعدين نتكلم البيضة قبل ولا الدجاجة قبل، احنا نقول هذا الرجل الآن اطمأنينا انه خلاص حيرشح نفسه وانه حسم امره وانه انتهى الموضوع، ارتاحوا اهل الخليج لهذا القرار، سواء كان اجتهاد ولا سواء كان تصريح. علاوة يا اخي اضيف لك انا شوية، كل الذين اجتمعوا بالمشير السيسي من قادة دول مجلس التعاون كلهم أكد لهم أنه سيخضع لإرادة الشعب المصري اللي طلبوا يرشح نفسه. فهو أي واحد تمسكه من القادة يقول لك أنه الرجل الحمد لله في طريقه إلى سدة بس الرئاسة. حضرتك